ازاي انسان يملك حاجة وفي نفس الوقت يبقى عبد ليها؟ يعني يملك الفلوس وفي نفس الوقت عبد لفلوسه، يملك الشهرة ويبقى عبد لشهرته، يملك السلطة ويبقى عبد لسلطته. والأهم ازاي نتحرر من عبودية التملك ونعبد الله عبادة صحيحة. وبالمناسبة قبل ما نبدأ الطرح هنا حابب أوضح إنه مش طرح ديني أصلا، على قد ما هي أسئلة وجودية. وعشان نجاوب على الأسئلة دي محتاجين نفهم من الأول يعني إيه عبودية، يعني إيه أنا عبد الله. أولا عبد الله مش معناها إنك مملوك بالمعنى اللي في دماغ أغلب الناس. كلمة عبد هنا مش معناها إهانة ولا كسر ولا فقدان قيمة زي ما ناس كتير فاكرة. عبد الله معناها إنك منسوب لله، مش مربوط بحاجة تانية. يعني قيمتك كإنسان جاي من ربنا، أمانك والإحساس بالطمأنينة جاي من ربنا، رزقك متوكل فيه تماما على ربنا، مصيرك في إيد ربنا. فمش محتاج تربط نفسك بحاجة في الدنيا ولا تمسك في حاجة تانية عشان تطمن. عقلك وقلبك لازم يكونوا متعلقين بس بالله. يعني عبودية الله هو التوكل والتسليم التام والتعلق به فقط، التعلق بالله فقط. ودي إجابة توصلك لإجابة السؤال الأهم: إزاي إنسان يملك حاجة ويبقى في نفس الوقت عبد ليها؟ لازم تفهم إن الإنسان يبقى عبد للحاجة لما الحاجة تبقى مصدر أمانه، مش مجرد أداة في حياته بيستخدمها. بمعنى انت بتملك الفلوس، بتملك الفلوس بس قلبك بيرتاح ويطمن طول ما هي موجودة ورصيدك في البنك بيزيد. والاحساس بالامان والطمأنينة بيروح بس لما تقل او تروح وتختفي الفلوس دي. او انك تملك الشهرة ومستعد تقدم اي تنازلات عشان تفضل ترند والاضواء عليك، ومش مهم ايه اللي بتقدمه ده هل هو صح او غلط. او انك تملك السلطة ومرعوب تفقدها ومستعد تظلم او تيجي على اي حد عشان تفضل ماسكها. ساعتها انت هنا مش بتستخدم الحاجة، انت كده مستمد قيمتك وامانك منها، رابط حياتك كلها بيها واصبحت منسوب ليها مش هي اللي منسوبة ليك. وهنا نقدر نعرف العبودية: هو ان اي حاجة بتطمنك بمجرد وجودها وتقلقك وتخليك تنهار لما تفقدها، او ترفعك بوجودها وتكسرك بخسارتها، فالحاجة دي انت حولتها لسيد واصبحت انت عبد ليها حتى لو انت اللي تملكها. طب ازاي نتحرر من عبودية ما نملكه؟ الحل الوحيد للتحرر من عبودية ما نملكه هو العطاء بكل صوره اللي ربنا أمرنا بيها، من زكاة وصدقة وفك كرب المحتاج ومساعدة الناس طول ما احنا قادرين نساعدهم. وده يثبت لك بالمناسبة ان الصدقة والزكاة والعطاء مش معمولة للي بيطلبها، دي معمولة للي بيقدمها. عشان تحرروا من حب التملك والبخل والشح والإحساس بالأنا والغرور الزائف، عشان ببساطة لازم تفهم ان ربنا قادر يرزق غيرك من غيرك. انت مجرد بوسطجي مش مالك، مجرد سبب، والرزق بيعدي عليك مش بيقف عندك. بمعنى ان ربنا لما بيرزقك عشان غيرك مش بس عشانك، بيرزقك عشان ابوك، عشان امك، عشان اخواتك، عشان زوجتك، عشان اولادك، عشان اي حد محتاج. لما يطلب منك المساعده وانت قادر تساعده لازم تساعده. خليك فاكر دايما ان اي نعمه من الله ربنا بيرزقك بيها فهو اختبار ليك. كل ما هتنجح فيه ربنا هيرضيك ويزيدك كمان وكمان. وفي النهاية اسأل نفسك: الحاجة اللي معاك دي انت مالكها ولا هي تملكك؟ وبس كده.